اليوم مع بين الوفد المغربي والوفد القطري، وكانت هنالك نقاشات حول الاستثمارات التي يمكن استثمارها في المستقبل، ووضعنا كذلك خريطة الطريق، وهي اتفاقية إطار التي من شأنها أولا من تقديم الدعم لتمويل استثمارات استراتيجية بالنسبة لبلادنا، ومن جهة أخرى كذلك أن نرى ما هي الإمكانيات المتاحة من أجل تطوير وتقوية العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي وفي المجال التجاري. نعم. سيد الوزير، بدأتم الجولة من الرياض، توجهتم إلى عمان وأنتم الآن في الدوحة، ومن ثم الإمارات فالكويت. يعني الدول التي قمتم بزيارتها هل حققتم أي نتائج؟ هل برزت أي نتائج؟ وبالنسبة للدول التي ستغادرون إليها ما الذي تتمنون؟ وفي الواقع المغرب اعتبر بأنه من الضروري أن نعمل على أن يكون هنالك وضع متقدم للمغرب مع دول الخليج، واعتبرنا كذلك أنه من الضروري أن نعمل على تطوير العلاقات الثنائية، وأن نعمل كذلك مع دول الخليج إلى تقوية الشراكة الاقتصادية والوصول إلى اندماج اقتصادي يكون فيه اتفاقيات رابح. وفي هذا الإطار وضعنا أولا قدمنا، وذلك في إطار هذا الدعم الذي سيقدم إلى المغرب، مشاريع استثمارية عمومية مهيكلة في عدة مجالات، في مجال الفلاحي، في مجال كذلك التجهيزات التحتية، في المجالات المتعلقة كذلك بالتعليم وبالصحة من أجل خدمة المواطنين وتحسين وضعية المواطنين والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم. وفي نفس الوقت كذلك كانت فرصة لتبادل الآراء حول كيفية تقوية العلاقات التجارية والاستثمارات. طيب اسمح لي سيدي الوزير، يعني في الوضع القائم، في الوضع الحالي، كيف تقيمون الاستثمارات الخليجية في بلادكم؟ وفي الواقع وقع تطور مهم للاستثمارات الخارجية في بلادنا، بحيث تشكل حسب السنوات ما بين 15% إلى 30% من الاستثمارات، ولكن نعتبر بأن هنالك إمكانيات أكبر للاستثمار في بلادنا، خصوصا أن المغرب كما تعلمون فله أولا وضعية سياسية مستقرة جدا، وتقوت مع الدستور الجديد الذي قدمه جلالة الملك، ومكن من تقوية الانتقال الديمقراطي في بلادنا وتعزيز المؤسسات المنتخبة. ومن جهة أخرى كان هنالك كذلك استراتيجيات قطاعية واضحة، والمغرب له الانفستمنت جريد أي درجة الاستثمار بالنسبة لوكالات التنقيط، ويحظى كذلك بثقة كبرى من طرف المنظمات الدولية. وخير دليل على ذلك أن صندوق النقد الدولي أعطى خط ائتماني ب6 ملايير دولار للمغرب حتى يكون نوع من الضمانة إذا تم هنالك احتياج انطلاقا من أزمة خطيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي أساسا، أو ارتفاع مهول في أسعار المواد الأساسية. يعني وقد جئت بالحديث معالي الوزير عن الاتحاد الأوروبي، يعني هناك انعكاسات واضحة على الاقتصاد المغربي بسبب الأزمة أو الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي. البعض يقول أن المغرب ربما يعني يواجه حالة من حالات الإفلاس، ما رأيكم؟ ماذا تقولون بهذا؟ في الواقع الأزمة انطلقت منذ أكثر من 5 سنوات، 5 سنين بالنسبة للدول الأوروبية، ورغم ذلك المغرب استطاع أن يكون له نمو لأكثر من 4.7% إلى 5% سنويا خلال هذه ال5 سنوات الماضية. بالطبع كان هنالك انعكاس الأزمة ديال الاتحاد الأوروبي نحو على بلادنا من خلال أولا صادراتنا التي عرفتنا من تراجع في بعض الميادين. هنالك كذلك تراجع للسياح وللدخول السياحية وتراجع الاستثمارات الخارجية، ولكن رغم ذلك يمكن التذكير بأن سنة 2012 وقع رجوع للمستثمرين الأوروبيين في بلادنا، وبحكم أن بعد تراجع ل 25% للاستثمارات الخارجية اليوم نسجل ارتفاع ب 11%. والحكومة تعمل كذلك على تقوية السياسات التي ستمكن من مواجهة الأزمة من خلال أولا دعم الاستثمارات العمومية والاستثمارات الخاصة، وتنويع كذلك الأسواق العربية تدخل في هذا الإطار. شكرا جزيلا لك وزير المالية المغربي نزار بركة من الدوحة. شكرا لكم.